السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ورجعنا لكم في فيديو جديد، والفيديو بتاعنا النهارده زي ما مكتوب في الوصف بتاع الفيديو عن افضل شركة انترنت في مصر. وللعلم لو انت بتتفرج عليا لاول مرة، احنا دوت مش اول فيديو نعمله عن افضل شركة انترنت، احنا عملناها من 2020 و2021 و2022 وان شاء الله الفيديو دوت 2023 عن افضل شركة انترنت بتقدم خدمات في مصر، وايه الشركة اللي انت تروح تشترك فيها. ولكن المختلف في الفيديو دوت عن الفيديوهات اللي فاتت حاجتين، الحاجه الاولانيه وهي ان انا هتكلم عن الانترنت الهوائي، وهتكلم عن الانترنت المنزلي او الانترنت الارضي المعتاد اللي احنا كنا بنتكلم بيه على طول. وكمان لو انت عايز تروح للجزء بتاع الانترنت الارضي على طول وما تسمعش الجزء الاولاني بتاع الانترنت الهوائي، هسيب لك الوقت تحت الفيديو، هتضغط عليه بس هتلاقي نفسك رحت للشرح بتاع الانترنت الارضي، وكمان هسيب لك الدقيقه بتاعت اول ما نتكلم عن الانترنت الهوائي. لو مش عايز تسمع المقدمه، ولكن يفضل انت تسمع المقدمه لان في حاجات كتير اتغيرت عن الفيديوهات اللي فاتت، وهتعرف في الاول كده افضل شركه انترنت بتقدم خدمات في مصر سواء كان هوائي او سواء كان ارضي. ولكن خلينا قبل ما نبدا اقول لكم على حاجه، وهي ان احنا نغير التيشيرت اللي احنا السويت شيرت اللي احنا بنصور بيه على طول، اللي هو لونه اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي اللي احنا بنصور بيه على طول، والتيشيرت دوت ليه تريكايه معايا كده ان شاء الله هعرفها لكم في يوم من الايام. ولكن خلينا قبل ما نبدا نغير التيشيرت، وادينا لبسنا السويت شيرت اللي احنا متعودين ان احنا نصور بيه دايما مراجعه الانترنت المنزلي. وفي اللحظه الاخيره بعد ما خلصت الحته الاولانيه ديت، قررت ان انا اتكلم عن الانترنت المنزلي الاول، وبعد كده اتكلم عن الانترنت الهوائي، لان معظم الناس بحس انهم مهتمين اكتر بالانترنت المنزلي ومشاكل الانترنت المنزلي. فخلينا نبدا كده في الاول واقول لكم الكلمه المعتاده ان سرعه الانترنت في مصر بقت افضل من الاول بكتير. والكلمه ديت انا بحب اوجهها دايما للشباب اللي سنهم صغير، من مثلا 15 او 13 سنه لحد 20 سنه، لان الناس دول ما حضروش الانترنت ايام ما كان وحش، يعني ايام الثوره والايام اللي بعد الثوره لحد مثلا 2014 او 2015 الانترنت في الوقت دوت كان شبه ضايع. والناس اللي انت هتلاقيهم حسوا بالموضوع ده اللي سنهم تقريبا من 23 سنه لحد حاجه و30 سنه، لان هم حضروا الانترنت ايام ما كان بطيء جدا، ودلوقتي السرعات مختلفه جدا عن زمان. زمان كانت اقوى سرعه موجوده عندنا اللي هي قلنا خلاص واو، كانت اسمها طلقه تقريبا، وكانت السرعه ديت حوالي 2 ميجا. انت دلوقتي اقل سرعه موجوده عندك وهي 30 ميجا. والحاجه الثانيه اللي انا حابب اعرفها لك ان احنا السنه اللي فاتت في 2022 تقريبا في شهر 3 او شهر 4 مصر خدت رقم 4 على افريقيا بعد ما كانت رقم 24. ودوت مش كلامي ولا كلام وزاره الاتصالات عشان تقول ان احنا بقول لك ان مصر بقت حلوه والكلام ده كله، لا، الكلام دوت كلام موقع عالمي وشركه عالميه كلنا بنستخدمها والعالم كله بيستخدمها، وهو موقع سبيد تيست. سبيد تيست بناء على الاحصاءات اللي هو بيحسبها قدر ان هو يقول لك ان مصر تطورت في سرعه الانترنت، وبعد ما كانت رقم 24 بقت رقم 4 على شمال افريقيا. والحاجه الثانيه كمان اللي لسه واخدينها في اخر برضو 22 ان مصر بقت واخده رقم 1 في الانترنت الثابت في افريقيا، يعني بقت رقم 4 على شمال افريقيا ورقم 1 كثبات سرعه انترنت في افريقيا كلها. وكمان مصر عملت اكبر داتا سنتر كانت المفروض تتفتح في اخر 22 ولكن ما حلفناش الحظ واتاجلت ل 23. والداتا سنتر ديت مش موجوده غير في 20 دوله في العالم، وانا عملت فيديو مخصص عنها، لو عايز تتفرج عليه روح للاي هتتفرج عليه وتعرف التطورات اللي حصلت في الانترنت في مصر خلال الفتره اللي فاتت. طيب خلينا بقى ندخل للموضوع على طول واللي انت داخل علشان تتفرج عليه اصلا، وهي عن افضل شركه انترنت موجوده في مصر. لو انتوا واخدين بالكم ان انا الفتره اللي فاتت كنت دايما منحاز لشركه وي علشان كانت بتقدم لك خدمه انترنت كويسه ودعم فني كويس. ولكن في 2023 بقى معانا منافس لشركه وي وهي شركه فودافون، لان شركه فودافون دايما كانت بتقدم لك خدمه انترنت كويسه، ولكن كان عندها مشكله كبيره في السنين اللي فاتت دي، وهي ان خدمه العملاء بتاعتهم كانت سيئه جدا، وعلشان يحلوا لك المشكله بتاعتك كان الموضوع بيكون صعب وما بيكونش فيه استجابه سريعه. فدلوقتي بقى عندك شركتين في مصر من افضل الشركات اللي بتقدم لك خدمه الانترنت، وعندك الشركه الاولى وهي شركه وي، والشركه الثانيه وهي شركه فودافون. طيب انهي اسوأ شركه يا عم احمد بتقدم لك خدمه انترنت منزلي؟ بص يا صديقي، انا عملت فيديو ودوت مش من عادتي خالص ان انا اطلع اقول لك عن اسوأ شركه بتقدم خدمه انترنت، والشركه اللي فازت معانا باللقب دوت وهي شركه اتصالات، لان شركه اتصالات بصراحه عندهم خدمه عقيمه جدا. وانت لو عايز تعرف الموضوع بالتفاصيل هسيب لك برضو الفيديو في الاي تروح تتفرج عليه، هيعرفك جميع مشاكل شركه اتصالات، وما انصحكش ان انت تروح تشترك في شركه اتصالات لان تجربتي معاهم كانت سيئه جدا. وعلى فكره انا قبل ما اجرب التجربه ديت ناس كتير كانت بتشتكي لي من شركه اتصالات ان هي اصلا كانت بتروح ترفع عليهم محاضر بسبب حاجات تافهه. لو انت عايز تتفرج على الفيديو هكون سايبه لك في الاي او هسيبه لك اسفل الفيديو. طيب عندنا بقى شركه اورنج، انا ما كلمتكش عنها خالص. شركه اورنج من الشركات المحترمه اللي بتقدم لك خدمات انترنت كويسه، ولكن خدمه الدعم الفني بتاعتهم مش احسن حاجه. فلو انت بتفكر ان انت تروح تشترك في انترنت ارضي ولسه ما جربتش الشركه من الشركات الاربعه اللي موجودين في مصر،
نصيحه مني ليك، روح اشترك مع شركه وي. وعلى فكره انا والله كمان مره ماليش اي علاقه مع شركه وي، انا بقول لك كده بناء على تجربتي الشخصيه وبحكم شغلي وخبرتي في المجال. طيب انا كاحمد جبت لك الكلام ده بناء على ايه؟ وبقول لك روح لشركه اتصالات او شركه فودافون افضل، بناء على ان انا عندي في الشركه اللي انا موجود فيها خطوط الانترنت اللي انا بستخدمها كل يوم وهي شركه وي وشركه فودافون. طيب ايه الافضل ما بين الشركتين دول لو انت بتفكر تروح لشركه من الشركتين؟ بصراحه انا شركه وي خدمه الانترنت بتاعتهم خلال السنه اللي فاتت ولا السنتين اللي فاتوا بقت افضل من الاول بكتير، وكمان خدمه العملاء بتاعتهم كويسه جدا وبيفضل معاك لحد المشكله بتاعتك ما تتحل. طيب هل شركه فودافون شركه وحشه؟ لا، ولكن شركه وي خدمه الدعم الفني كل يوم بتكون افضل من اليوم اللي قبله. وكمان في حاجه لازم تعرفها ما بين الشركتين دول، لو انت مثلا عندك سرعه الانترنت في وقت الذروه باخد بالي ان شركه فودافون ما بتقدرش تديني السرعه كامله. يعني مثلا لو عندي سرعه 30 ميجا بلاقي ان في وقت الذروه اللي هو وقت الظهريه اللي هو الوقت اللي الناس كلها بتستخدم فيه الانترنت، السرعه عندك ما بتكونش واصله كامله. عكس شركه وي دلوقتي انا باخد بالي ان خدمه الانترنت عندهم دلوقتي طوال اليوم ثابته ومستقره وما فيهاش اي مشاكل. طيب لو انت دلوقتي بتفكر ان انت تنقل من شركه وي تروح لشركه فودافون علشان الانترنت عندك فيه مشاكل، احب اقول لك يا صديقي ان انت رحت من سيء لاسوأ. طيب ليه بقول لك رحت من سيء لاسوأ؟ لان الخطوط الارضي بتاعه شركه وي، يعني البنيه التحتيه اللي موجوده دي كلها بتاعه شركه وي، يعني فودافون واتصالات واورنج بياخدوا من شركه وي. فبالتالي لو انت عندك مشاكل في الخط الارضي بتاعك ورحت من وي لاي شركه من الشركات التانيه اللي موجوده، يعني اتصالات او فودافون او اورنج، فبالتالي انت رحت برضو على نفس البنيه التحتيه وهيفضل موجود عندك مشاكل. فلو انت بتفكر ان انت تروح من شركه وي لشركه تانيه عشان سرعه الانترنت عندك بطيئه، فاحب اقول لك ان المشكله هنا هتفضل عندك مستمره، لان المشكله هنا عندك في الخط الارضي مش في سرعه الانترنت، او المشكله عندك مش في الشركه، لا انت المشكله عندك هنا في الخط الارضي. فبالتالي لو انت عندك بالاخص ان انت عندك وحش في شركه وي وبتفكر تروح لشركه من الشركات التانيه، لا خليك مع شركه وي وحاول تشوف مشاكل الخط الارضي بتاعك وتحلها، علشان انت لو رحت من هنا لهنا انت مش هتاخد انترنت احسن ولا حاجه. وفي نهايه الموضوع انا قلت لك رايي الشخصي، ما تاخدوش خالص بحته ان انا بقول لك روح للشركه دي افضل من الشركه دي، انا قلت لك رايي بناء على خبرتي وعن تعاملي مع الشركات ديت خلال السنين اللي فاتوا. فشوف اللي يريحك وروح اشترك في الشركه اللي انت حاسس ان هي هتقدم لك خدمه افضل. وبكده يبقى خلصنا الحته بتاعه الانترنت المنزلي. خلينا بقى نروح للحته بتاعه الانترنت الهوائي. طيب الانترنت الهوائي اروح لانهي شركه من الشركات الاربعه؟ بص يا سيدي، هنا الموضوع مش بيتحدد على الشركه اللي هي كويسه او الشركه اللي بتقدم لك خدمه عملاء كويسه، هنا الموضوع بيتحدد على افضل شبكه موجوده عندك. يعني مثلا على سبيل المثال انا معايا شركه اتصالات، فشركه اتصالات الشبكه بتاعتها كويسه، وشركه فودافون برضو في نفس المكان بس الشبكه بتاعتها مثلا 2G او 3G. هل هروح لشركه فودافون عشان شركه فودافون اكثر انتشارا او ان الناس بتشكر لي فيها؟ طبعا لا، روح للشركه اللي الشبكه بتاعتك كويسه فيها. لان انت فرحتي رحت مع شركه مشهوره مثلا زي فودافون ولقيت في الاخر ان الشبكه بتاعتها وحشه عندك، فبالتالي انت مش هتاخد خدمه انترنت اصلا. طيب انت دلوقتي ممكن يجي في دماغك يا احمد انا عندي الشبكات الاربعه موجودين كويسين، الشبكات كلها 4G، اروح لانهي شركه منهم؟ من غير ما تفكر روح لشركه اورنج، لان شركه اورنج من افضل الشركات بقى في الشركات الاربعه اللي موجودين في مصر، بتقدم لك خدمه انترنت سواء سرعه داونلود ابلود، من افضل الشركات اللي بتديك اعلى سرعه موجوده عندك. ولكن الحلو ما بيكملش، لان شركه اورنج عندها مشكله كبيره، وهي ان انت لو حصل عندك مشكله كدعم فني ما بيساعدكش خالص، ما بتاخدش منهم حق ولا باطل، والمشكله بتاعتك بنسبه 95% هتتحل لوحدها. فبالتالي لو انت مع شركه اورنج كويسه عندك، هي افضل شركه بتقدم لك خدمه انترنت، ولكن لو ما احتجتش لخدمه العملاء بتاعتهم. طيب انهي افضل تاني شركه ارشحها لك لو الشركات الاربعه موجودين عندك كويس؟ وهي شركه فودافون، لان انا عندي في الشركه رواتر كتير تبع شركه فودافون وما بلاقيش معاهم صعوبه في خدمه العملاء او ان في مشاكل كتير بتحصل مع الانترنت الهوائي. لكن لو انت عندك شركه اورنج وشركه فودافون وحشين، لا روح لاتصالات او روح لشركه وي، لان زي ما قلت لك ان الانترنت الهوائي بيعتمد على قوه الاشاره اللي موجوده عندك في المكان. بس كده يا صديقي، وبكده بخلصنا الفيديو بتاع النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا من الشرح، وما تنساش تدينا اللايك الجميل وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، والسلام عليكم.